سلام عليكم. يومكم مظبط. المكان مكة، والزمان القرن السابع الميلادي. تخيل معايا اللحظة اللي الكون كله حبس فيها نفسه، غار ضيق، ليل ساكت، وراجل واحد بيبص للسماء وبيسأل هو في ايه؟ وفجأة نور، مش نور لمبة، ده نور يخليك تنسى الزمن وتنسى نفسك. صوت واحد بس، اقرأ. ومن الكلمة دي التاريخ اتشق نصين. بس استنى، مين اللي قال الكلمة؟ وازاي النور يتحول لمعنى؟ وازاي ملك يبقى الجسر بين السماء والعقل؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا احكي لكم. تخيل معايا المشهد، ليل ساكن في غار حراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيتأمل في الكون، وفجأة نور يملى الغار. مش نور نار ولا قمر، ده نور مش من الدنيا أصلا. صوت بيقول اقرأ. ومن اللحظة دي التاريخ اتشق نصين، قبل اقرأ وبعدها. واللي حصل مش مجرد اتصال روحي، دي كانت أول لحظة تواصل مباشر بين السماء والعقل البشري بعد قرون من الغياب. الوسيط جبريل عليه السلام، الروح الأمين. بس مين جبريل؟ القرآن سماه روح أمين، روح القدس، وجبريل كأنه كل اسم منهم بيكشف بعد من طبيعته. الروح يعني كائن مش مادي، مش بيتكون من تراب ولا نار زي البني ادم او الجن. والامين يعني حامل رساله، حافظها زي ما هي، ما بيزودش ولا بينقص. اما القدس فهي النقاء المطلق، كانه تجسيد للنور الالهي اللي ما يعرفش خطا ولا غلطه مطبعيه. العلماء حاولوا يفهموا طبيعه جبريل من خلال اللغه نفسها. الرازي في تفسيره قال ان الروح هنا معناها الحياه اللي بتنقلها الكلمه الالهيه للعقل البشري. يعني جبريل مش مجرد ساعي بريد سماوي، ده كان الجسر بين العالمين، بين الغيب والشهاده. اما الغزالي فشاف ان الوحي مش صوت من بره، ده حاله من الانكشاف اللي بيتلقاه النبي لما يرتقي ادراكه الروحي لمستوى يقدر يستقبل الحي. لكن الغزالي برضه ما انكرش جبريل كشخص، قال بالعكس، جبريل هو الصوره الممثله لتجلي العلم الالهي في عالم الحس. ابن تيميه بقى كان عملي كعادته، قال لك جبريل مخلوق نوراني حقيقي وشكل ووظيفه، مش فكره رمزيه. وشاف ان اي محاوله لتجريده او رمزه هي انحراف عن النص الصريح. فهو فعلا الملاك اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقيه ليه 600 جناح. طيب نرجع شويه، كلمه جبريل اصلها العبري جفرائيل، ومعناها قوه الله زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت. وفي المعنى ده تقدر تشوف دوره بوضوح. جبريل هو تجلي القوه الالهيه في الفعل، مش كرمز لكن كوجود فعلي. ولما القران يقول نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين، فده مش مجاز، دي عمليه تنزيل حقيقيه، النور الالهي لقلب الانسان. الجميل ان حتى العلم العصبي النهارده بيحاول يفسر لحظات الالهام والوعي العالي ويسميها ميستيكال اكسبيرينسز، بس مهما حاولوا يوصفوا ده بخرائط الدماغ او الموجات بتفضل حاجه ما تتفسرش. زي ما قال ويليام جيمس، الخبره الدينيه لا توصف بل تعاش. وده بالظبط جوهر العلاقه بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. في المقابل في مفكرين معاصرين بيحاولوا يرمزوا جبريل كفكره او وعي كوني، بس الرد بسيط، لو جبريل مش كائن حقيقي يبقى الوحي نفسه مجرد الهام نفسي، وده ضد نص القران وضد تجربه النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يخلي جبريل مختلف عن اي كائن نوراني تاني هو انه ما بينزلش الا بالحق. كل وحي، كل امر، كل بشاره او تحذير لازم تمر من خلاله. هو المشرف العام على التواصل بين السماء والارض. ولو فكرت كده فلسفيا فجبريل هو العقل الفعال اللي اتكلم عنه ابن سينا والفارابي، العقل اللي يوصل فيض النور الالهي للنفوس البشريه القابله ليه. باختصار جبريل هو النور اللي عبر بين العالمين، صوت الوحي ومعلم الانبياء، والمثال الاعلى لفكره المخلوق اللي ما يعصاش ربه طرفه عين. تخيل نفسك فوق في عالم ما فيهوش زمن والكون ساكن، لكن السكون ده مش فراغ، ده امتلاء بالنور وبالطاعه وبالمعنى. ومن جوه النور ده تظهر الاسماء. جبريل مش لوحده، في نظام، في توزيع، في سنن بتتحرك بترتيب ما يغلطش. كل ملك فيهم مش بس كائن نوراني، ده رمز حي القانون من قوانين الكون. لو جبريل هو وحي الكلمه فميكائيل هو وحي الطبيعه، ملاك المطر والرزق والنبات اللي بيحرك دورات الحياه على الارض. بس لحظه، هل ده معناها ان ميكائيل مجرد مسؤول عن الطقس؟ لا، المساله اعمق من كده بكتير. القران بيقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. يعني ربنا خصه بالذكر جنب جبريل. وده بيدينا تلميح ان جبريل يمثل العلم الالهي وميكائيل يمثل الرحمه الالهيه في الطبيعه. العقل والوحي من ناحيه، والرزق والحياه من ناحيه تانيه. والصوفيه قالوا جبريل هو نور العلم وميكائيل هو نور الرزق. وده يورينا ان الكون كله قايم على توازن ما بين المعرفه والرحمه. اما اسرافيل فده بقى نفخه النهايه، الملاك اللي ماسك الترومبيت الكوني لو صح التعبير، اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر ان ينفخ. إسرافيل رمز التحول اللي بيبدأ الحياة بنفخة وينهيها بنفخة، هو لحظة التبدل الكبرى بين الدنيا والآخرة، بين الوجود والبعث. الفلاسفة زي ابن سينا شافوا في المعنى ده إشارة إلى عقل الفيل.
القوة اللي بتنفخ الحياة في المادة وترجعها تاني للنور لما تنتهي رحلتها. يعني باختصار إسرافيل مش بس ملك، ده الساعة نفسها وهي بتتنفس. أما مالك فده اسم يخوف شوية، رئيس خزنة النار، مش شيطان ولا قاسي، لكن تجسيد للعدل الإلهي في أقصى صور. نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كأن وجوده بيذكرنا إن الرحمة مش معناها غياب العدل، وإن النار مش عشوائية، دي نتيجة دقيقة لسنن الله في الجزاء. الجميل إن الترتيب ده مش صدفة، ميكائيل بيحيي الأرض، وجبريل بيحيي القلب، وإسرافيل بيحيي الوجود كله. في مفسرين قالوا كل طاقة في الكون وراها ملك، وكل سنة كونية ماشية بإيدهم. لكن هنا بيجي السؤال الفلسفي القديم، هل الملائكة دي رموز للطبيعة ولا كائنات حقيقية فعلا ليها وجود مستقل؟ المتكلمين قالوا وجودهم حقيقي لا رمزي، لأن النصوص واضحة، والتشبيه أو التأويل الزائد بيفرغ الإيمان من جوهره. لكن الصوفية قالوا هو حقيقي، بس الحقيقة دي أنور من أن تدرك بالحس، يعني ما تقدرش تشوفهم بعينك، لكن ممكن تلمحهم في أثرهم، في النسمة، في المطر، في الومضة اللي بين الحياة والموت. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، تقدر تفهم المعنى العميق. الملائكة مش بس خدم للأوامر، دول كمان وسايط في شبكة الحب الإلهي. ومن هنا لما نعرف كل ده عن دور الملائكة في النظام الإلهي يجي السؤال الطبيعي، هل دي نفس الصورة اللي عند باقي الديانات الإبراهيمية، ولا كل دين رسم مشهده السماوي بطريقته؟ لو رجعنا بالزمن مش للأرض، لفوق، للحظة اللي فيها الإنسان لسه فكرة، ولما الملك كان هو الرمز الأول للنقاء والطاعة. في الإسلام الملك هو عبد لا يعصى الله ما أمره، نقي من الشهوة، من الغرور، من الخطأ، النور الصافي اللي بيوصل بين الإرادة الإلهية والوجود. لكن لما نروح العهد القديم الصورة دي بتتشال. في التوراة الملك ساعات يبقى رسول، وساعات مقاتل، وساعات رمز الغضب الرب نفسه. الملائكة هناك بتظهر بالنار والسيف والرهبة، زي ما جبرائيل ظهر لدانيال، وزي ما ميخائيل وقف يحارب تنين الشر في رؤيا دانيال. كأن السماء مش كلها نور ورحمة، لكن حرب كونية بين قوى الخير والشر. الدراما السماوية دي هي اللي دخلت بعد كده في الفكر الغربي كمفهوم الملائكة الساقطة، بس استنى هنرجع لها كمان شوية. أما في المسيحية فالمشهد اتطور أكتر، الملك بقى مش مجرد خادم، بقى شاهد على التجسد ومشارك في الخلاص. جبريل مثلا هو اللي بشر مريم بالمسيح، لكن في نفس الوقت الكنيسة الغربية حولت بعض الملائكة القديمة لرموز للشر، زي لوسيفر اللي سقط من السماء بسبب الكبرياء، وهو نفسه اللي هيظهر في ثقافة العصور الوسطى كالشيطان. يعني باختصار في الفكر المسيحي السماء بقت مسرح أخلاقي، الملائكة فيه مش بس بتنفذ لكن تختار بين الطاعة والعصيان. وده فرق جذري عن الفكرة الإسلامية اللي فيها الملائكة ما عندهمش خيار، ولا فيهم كبر ولا شهوة. بس هنا بقى اللحظة الفلسفية المهمة، ليه اتبدلت صورة الملك من كائن طاهر مطيع لكائن ممكن يعصى ويتغر؟ في اللي بيقول ان ده راجع لطبيعة النصوص نفسها. في اليهودية الاله له صفات بشرية كتير، بيغضب ويندم ويقاتل، فبالتالي الملائكة تصوروا برضو كجنود ليه في صراع مستمر. وفي المسيحية لما فكرة الخطيئة الأولى دخلت بقى لازم يكون في نموذج للسقوط قبل الإنسان، وهو سقوط الملك. لكن في الإسلام مفيش صراع في السماء، الصراع كله في الأرض بين الإنسان ونفسه. الملائكة ما بيغلطوش، والشيطان مش منهم، يعني إبليس مش ملك ساقط، ده مخلوق تاني خالص ليه طبيعة مختلفة. الفرق ده مش بسيط، ده بيغير معنى الشر نفسه. في المسيحية الشر بدأ في السماء وسقط، في الإسلام الشر بدأ من الحرية على الأرض، الشر نتيجة اختيار إنساني مش خطأ سماوي. وده يخلي الإيمان الإسلامي بالملائكة إيمان بالاتساق مش بالتناقض، بالنظام مش بالدراما. وهنا بنرجع بقى للسؤال، لو الإسلام نفى فكرة السقوط الملائكي ليه الغرب متمسك بيها كده؟ هل هو مجرد خيال ديني ولا في خلل منهجي أعمق في فهم طبيعة الغيب والشر؟ تفتكر لو ملاك قرر يعصى يبقى لسه ملك ولا يبقى شيطان في لبس أبيض؟ الغرب قرر يقول لك هو كان ملاك بس زعل وساب الشغل، والقصة بدأت من هنا. في العقيدة المسيحية واليهودية المتأخرة لوسيفر الملاك الجميل شاف نفسه في المراية وقال هو أنا مش شبه ربنا شوية؟ فسقط. ومن هنا ظهرت فكرة إن النور ممكن يفسد، وإن الكبرياء السماوي سبب الشر الأرضي. بس لو رجعنا خطوة وفتحنا القرآن هنلاقي المفاجأة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يعني ولا كان ملك ولا سقط من النور، ده أصلا من مادة مختلفة، النار مش النور. يعني ببساطة الملائكة ما تمردوش، اللي تمرد كان كائن تاني خالص. فهنا بقى السؤال اللي الغرب مش عايز يسمعه، ازاي تبني لاهوتك على قصة غلط في الهوية؟ ازاي تعتبر ان الشر بدأ من السماء والنص الأصلي بيقول لك السماء ما تلوثتش في الأساس؟ العقيدة الغربية بتحاول تفسر ليه في شر في العالم، فقالت في ملاك وقع، لكن الإسلام بيقول لك الشر مش سماوي، ده خيار بشري. السماء فيها نظام مش دراما، والملائكة ما عندهمش كبرياء أصلا، لأن الكبرياء محتاج أنا وهم ما فيهمش أنا. الغرب اختار يحول النور لخصم، زي فيلم مارفل الجديد معركة النور ضد النور، والنتيجة شر شيك عنده جناحات. بس في الحقيقة ده مجرد إسقاط بشري على الغيب. الإنسان الغربي شايف نفسه كائن عاقل حر بيغلط، فأسقط الحرية دي على السماء كمان.
اما الفلاسفه المسلمين زي الغزالي وابن تيميه والرازي شافوا ان فكره السقوط دي غير منطقيه. الغزالي قال لك النور ما يعرفش يعصى زي ما الشمس ما تعرفش ترفض تطلع نور، وابن تيميه زودها وقال لك لو كان ابليس ملك ما استحق اللوم لان الملائكه لا يملكون الاختيار. يعني باختصار اللعبه دي كلها سوء فهم ميتافيزيقي. والجميل في الفلسفه الاسلاميه انها ما بتحاربش الرمزيه لكن بترجعها لمعناها الحقيقي. فبدل ما نقول الملك سقط نقول النور انسحب من القلب. بدل ما نحكي حكايه عن تمرد في السماء نحكي عن تمرد داخل النفس. وده جوهر الفكره القرانيه، كل معركه بين خير وشر مكانها جوه الانسان مش فوق. وعشان كده فكره الملائكه الساقطه مش بس غلط لاهوتيا، دي كمان فضيحه فلسفيه لانها بتدمر مبدا الكمال الالهي. ازاي الكائن اللي خلق لتنفيذ امر ربه يخرج عليه؟ لو ده حصل يبقى النظام الالهي مش كامل، وده استحاله في اي فكر توحيدي. لكن ما علينا، الغرب حب الحكايه دي لانها بتديه نوع من المأساة الوجوديه اللي بيعيشها طول الوقت. حتى النور بيغلط، بس الاسلام بيرد بهدوء كده، النور ما بيغلطش، انت بس اللي مش شايف. وفي الاخر لما تبص على لوسيفر في القلب الغربي هتكتشف انه بقى رمز للمفكر الحر اللي رفض الطاعه العمياء. يعني بالعربي كده الشيطان بقى بطل فلسفي، وده قمه الانقلاب في الوعي الديني. وابن عربي بيقول لك الملك ما يعرفش يعصى والجن يختبر والانسان يختار. الفرق واضح، بس اللي تايه هو احنا. وبعد ما خلصنا من دراما الملك اللي قرر يبقى نجم روك، خلينا نطلع تاني فوق، بس المره دي مش بعين النقد، بعين التامل. تخيل معايا كده لو النور كان ليه عقل والعقل كان ليه جناحات. هو ده بالظبط اللي بيقوله المتصوفه والفلاسفه المسلمين. في عالمهم الملك مش مجرد كائن بيقول سبوح قدوس، ده رمز للمعرفه اللي جايه من فوق. الفلاسفه زي ابن سينا والفارابي والسهروردي شافوا ان الملائكه مش مخلوقات جانبيه، دول حرفيا الواي فاي السماوي بين ربنا والعالم. ربنا بيخلق والعقل الفعال اللي هو اول الملائكه هو اللي ينقل الصوره من العلم الالهي للماده. يعني قبل ما الجبل يبقى جبل الفكره بتتنزل من النور للعقل وبعدين للطبيعه. لكن استنى، ده مش فلسفه وخلاص، ده كمان شعر ميتافيزيقي. ابن عربي كان شايف ان كل ملاك هو مظهر من مظاهر الفيض الالهي زي ما قلنا، وان النور ده بيتحول حسب الاستعداد. يعني الملك اللي يظهر للنبي غير اللي يظهر لولي، مش علشان هو اتغير لكن لان المستقبل نفسه هو اللي اختلف. زي اشاره واي فاي قوتها واحده بس الموبايل بتاعك ممكن ما يلقطش غير نصها. وفي التصوف النور دايما مش مجرد ضوء، ده معنى ظاهر بذاته. ابن عربي بيقول لك النور مش حاجه تشوف بيها، ده حاجه تفهم بيها. يعني الملك هو العقل النوراني اللي ربنا بيكلم بيه العالم، ومش بيحتاج صوت، كفايه ان المعنى ينزل كده في قلبك فتفهم. وفي نفس الوقت الفلاسفه قالوا كل ما العقل الانساني يترقى في الفهم كل ما يقرب من مستوى الملائكه. يعني كل فكره نقيه هي جناح بيطلعك لفوق. طب والفيض؟ الفيض عندهم هو الطريقه اللي بينزل بيها الوجود نفسه من الواحد للكثره. تخيلها زي شلال نور، كل نقطه بتنزل تبقى عالم او عقل او نفس او ماده، بس المصدر واحد. وده اللي خلاهم يقولوا الملائكه هم الوسائط النوريه اللي بتوزع المعنى في الكون، مش شغله موظفين سماويين، لا ده نظام كوني متكامل. بس في وسط الجمال ده في ناس قالت دي فلسفه زياده وفيها خطر، زي ابن تيميه اللي كان شايف ان الكلام ده ممكن يفتح باب التشبيه. هو ما انكرش النور بس قال لك خليك مع النص، ما تغصش في الرموز. الفكره العميقه في الرؤيه الصوفيه ان الملك مش كائن بعيد، ده اقرب ليك من تفكيرك. النور جوه العقل، والعقل باب للفيض، والفيض طريق للوجود كله. يعني باختصار العالم ده ماشي بالنور، بس النور مش دايما بيتشاف. فلو الملائكه هم النور اللي بيحمل المعنى يبقى في كائن تاني بيتحرك في الاتجاه المعاكس، كائن خلقه ربنا من نار مش من نور، بيحمل الانفعال مش الفهم، وبيتصرف مش على علم، وبيعيش في عالم موازي لعالمنا. فاستعدوا للحلقه الجايه اللي هنفتح فيها الباب لعالم مخلوق من مارج من نار، ونشوف الفرق بين الخلق النوراني والخلق الناري. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا وعلى الديسلايك، وكمان خدوا لفه في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتم لمعلومه او وجهه نظر مختلفه. اما بقى لو حابين تتعمقوا اكتر بس مش لدرجه المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقه دي والحلقات اللي فاتت. استنوني الكام حلقه اللي جايين اجيب لكم رابط الكتاب. الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات اكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، بشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.